تعالي بقى وانا اقولك على حاجه سهله كده وحلوه هتعمليها وانتي واقفه في المطبخ، مش هتاخد منك 5 دقايق. حاجه كده ايه تحفه وبتلز وبتفز من كتر جمالها. هتعمليها كل يوم، فرحي الولاد ده خدوا الاجازات خلاص. اول حاجه بصي هنا يا ست الكل، في حله كده على النار على البرد الاول، تمام. هننزل كده بكوبايتين من الحليب، وهبدا انزل ب3 معالق كبار من الكاسترد، وبعد كده هبدا انزل بحوالي 4 معالق من السكر، وعندي هنا ربع معلقه او نص معلقه من الزبده بالشكل ده، عشان تدي كده الخليط بتاعنا لمعه حلوه كده ويبقى جميل، تمام. وهنا هنزل اهو بالسكر، وهنبدا بقى يا حبايب قلبي نقلب كل ده على البارد. بس قبلها كده هنحط ايه كيس من الفانيليا عشان يبقى الخليط بتاعنا كده ريحته جميله وحلوه. هبدا بقى زي ما انتم شايفين اقلب كل ده على البارد الاول، وبعد كده هبدا ان انا اشغل عليه النار، تمام كده. اول بقى ما يبدا يغلي معانا وياخد القوام اللي هتشوفوه دلوقتي ده، ويبدا كده يتقل معانا، هنبدا بقى ننزله من على النار ونسيبه كده يبرد خالص، تمام. طيب صلوا على النبي بقى الحبيب حبايب قلبي في الكومنتات، وكل عام وحضراتكم بالف خير، وقولوا لي مين مبسوط ان احنا خلصنا الامتحانات يا جماعه. بجد تعبنا جدا جدا السنه دي بصراحه. قلنا بقى نعمل حاجه كده تحلي كده بق الولاد. بصي بقى، اول بقى خلاص ما الكاستر خلص معانا ركنته على جنب يبرد، عندي هنا بقى لفه من الجلاش هتبداي ان انت تجيبيها بالشكل ده، وهناخد كده ورقه ورقه نتنيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تمام كده. طيب بعد ما نتنيها كده هنجيب ورقه تانية بنفس النظام هنتنيها، بس هنحطها عكس. طبعا الشكل شارح نفسه يا بنات. بعد كده عندي هنا الكاستر بعد ما خلاص برد، حطيته في كيس كده، او ممكن بالمعلقه تحطي عادي براحتك خالص. هتبداي تحطي كده في الجلاش بالشكل ده، تحشيه بالكاستر. في المرحله دي حابه تحطي جوه مكسرات براحتك، اي حشوه بقى انت حابه تحشيها براحتك، تمام. هبدا اجيب كده اول واحده اقفلها من الناحيه دي والتانيه من الناحيه التانيه عشان يبقى الاربع جناب اتقفلوا، وهناخدها على الحته المفتوحه اللي تحت كده وهنحطها على جنب لحد ما نخلص الكميه بتاعتنا. طبعا انا عشان بصور بوريكم الاول وبعد كده هبدا اسوي، لكن انت وانت شغاله بقى اللي بتعمليه بتسويه على طول اهو بنفس الشكل. برضو هجيب كده الكاستر في النص وهبدا اني انا احشيها، وزي ما قلت لك لو حطيتي كمان شويه مكسرات عندك هتديها طعم حلو جدا. بس كده هتفرديها وتسويها بس كده بالمعلقه، وتبداي تقفليها من الناحيه دي ومن الناحيه التانيه، وبكده تعملي معاكي اجمل والذ فطاير بالكاستر، سريعه وسهله وجميله. حاجه كده تدي للولاد طاقه، معموله بالحليب مغذيه، تحفه بجد وسهله وتحلي بقهم. عندي هنا بقى كده طاسه على النار او جريلا، يا دوبك بس حطيت فيها كده نص معلقه من الزبده، وهبدا بقى اسوي الجلاش بتاعي بالشكل ده. او الفطاير الجلاش ما بتاخدش يعني منت، يعني دقيقتين بالظبط، دقيقه على الوش ده ودقيقه على الوش ده، تاخدي بالك ما تسيبيهاش زي ما انت شايفه كده يا ست الكل. بص اللون تحفه بجد، حاجه كده خطيره، شايفين ومقرمش بقى يا بنات وبجد تحفه. عندي هنا بقى صوص شوكولاته مسيحاها كده زي ما انتم شايفين، وهبدا ازين بيها بالشكل ده، بتدي طعم جميل وطعم غني كده وحلو. عندك بقى هنا مكسرات هتحطي على الوش زي ما قلت، مكسرات بقى بجد بتبقى خطيره، بتشبع كده وحاجه جميله وغنيه، وكمان انضف بقى واحسن من الحاجات اللي الولاد بيجيبوها. الولاد خلاص خدوا الاجازات وداخلين بقى على المصايف والرحلات والحاجات الخفيفه بالصيف، ما بيحبش الاكل الكتير، بيحب الحاجات الخفيفه دي، فجربها لهم بجد تحفه وخطيره ومغذيه. بصوا بقى شكل جمال الكاستر من جوه وبالشوكولاته من بره كمان. انا هنا كنت بوريها لكم سخنه بقى، لو سبتوها تبرد شويه بتبقى اجمل واجمل. شايفين بجد بجد خطيره ولا طعمها رهيب، وكمان شايفين بتلظ وتبظ اهو، حاجه كده يا بنات تحفه. جربيها للولاد ان شاء الله هتعجبهم جدا بدون تعب ليكي ولا مجهود، وما فيهاش يعني تكاليف كتير. ده بلفه جلاش، عايزه اقول لكم دي نص لفه كمان، ما خدتش اللفه كلها، وحاجه تحفه بجد. جربيها يا ست الكل هتعجبك. بالله عليكي ما تنسانيش بقى تفرحيني بلايك وشير للفيديو، وما تنسوش كمان تعملوا متابعه في الصفحه. اسيبكم في امان الله.